السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة جيت لكم بطريقة مميزة وجميلة جدا للبتنجان المخلل، وصحية واقتصادية وفي نفس الوقت، ولا مقلي ولا مسلوق. يلا يا حبايبي نشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة دي. عملنا البتنجان المزبت الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، عملناه بالطريقة السهلة دي. بس يا حبايبي اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة، وتسلم ايديكم على كل اللي حط لي لايك واشترك لي في القناة. نشوف الوصفة الجميلة بتاع البتنجان ده عملناها ازاي. اول حاجه هنا معايا كيلو من البتنجان. عندك عايزه تجيبي ابيض تجيبي اسود اللي براحتك خالص. اهم حاجه تجيبي البتنجانيه اللي بتلمع وخفيفه وايه وصبحه. هنا الخلطه بتاعتنا بقى هنعمل كزبره، الفلفل الحراق، وحبه من الثوم، والتوابل الجميله بقى اللي هتخلي البتنجان بتاعنا ده في حته تانية. الملح، عندي كزبره وعندي كمون، وهنا معلقه صغيره من الشطه الحراقه. عايزه تستغني عنها استغني. اول حاجه بقى هجيب السكينه وهنفتح البتنجان كده بعد ما غسلناه، بس مش للاخر يا حبيبي، عشان ايه ما تتقسمش نصين. هنعين العنقود ونفتح بالطريقه دي. واحنا اتفقنا ان احنا ننقي البتنجانيه الخفيفه واللي ايه فيها لمعه وصبح، بتبقى جميله جدا وطعمها في ايه في حته تانية. بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا دي، يلا نعمل الخلطه اللي هتخلي البتنجان ده يفتح النفس ونقدمه تحت جنب ايه الاكلات بتاعتنا الجميله. هننزل بقى بالثوم، وعندي هنا الفلفل الحراق، عايزه فلفل حراق مع بارد، وهنا العودين بقى بتاع الكزبره. وهنضرب كل المكونات دي في الكبه. وبعدين بعد ما عملنا كده، طبعا ايه البتنجان بيحب الليمون، هنعمل ايه نعصر 3 ليمونات، وهنحط التوابل، نحط الليمون والخل. وبعد ما نحط الكمية بتاعتنا اللي احنا حطيناها والمكونات دي هنضربها في الكب. خلاص كده عملناها في الكبة. هنبدأ بقى نعمل ايه، نجيب البتنجان ونحط فيه التتبيلة دي، وهنجيب صينية وهنرصهم بقى في الصينية. طريقتنا سهلة وبسيطة جدا، واللي بيعملوا دايت ينفعوا يعملوا الوصفة دي، لان ايه ما فيهاش زيت كتير ولا بنقلي. هنرص كل الكمية بتاعتنا بالخلطة دي طريقة من ايه من اجمل الطرق لتخليل البتنجان. وهنرص الكمية كلها كده في الصينية. ايه رأيكم؟ شكلها بس يفتح النفس. هنجيب بقى ربع كوباية كده من المية بعد ايه ما رصينا البتنجان بتاعنا، ومعلقتين بقى من الزيت على البتنجان ده. شايفين؟ هنوزعه كده على ايه كل البتنجان في الصينية. وخلاص كده بعد عملنا الزيت هنجيب ورق ألمونيا وهنغطي الصينية بتاعتنا دي. وعلى البوتاجاز بقى من فوق، وهنشغل البوتاجاز على الصينية بتاعتنا دي. وبعد مرور 10 دقايق، شايفين البتنجان بتاعنا خلاص هيدخل على سوا وهيستوي معانا. هنهدي البوتاجاز خالص ونسيبه لحد ما يستوي. وخلاص كده شايفين استوى معايا بالطريقة دي. عايزة تحطيه تحت الشواية ياخد لون، بس الصراحة هو استوى معايا وعامل ازاي باللون والجمال ده. بس يا حبايبي لو عجبكم وصفتي ما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة، واستنوني في فيديوهات كتير، واسيبكم في رعاية الله وأمنه.